السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في قناه نينا لايف. وصفتنا اليوم من المطبخ الايطالي، وصفه الكاليزوني، وصفه احترافيه كيما المطاعم تماما. راح ننقلوا المطعم للدار مباشره. بس راني جبت لكم وصفه اصليه. العجينه تجي خفيفه قطنيه الريشه، تجي فارغه من الداخل، والحشوه هذه شوفوا الحشوه اللي داخل ولا اروع. وشوفوا المطه ديال الفرماج ما شاء الله. هذه الوصفه هذه راح تعتمدوها لانها تشهي وطعم خرافي. شوفوا شوفوا كيفاش تجي داخل، كيفاش تجي فارغه ماشي معجنه. صدقوني واحد اللوغو، واحد تشهي بزاف وبنينه وخفيفه خفيفه. شوفوا شحال خفيفه، شوفوا يعني كاع ما تحسوش بلي راكم تاكلوا في العجين ولا. فوالا خاصه هاد الحشوه هذه اللي درناها فيها يعني فيها خضر والفطر والدجاج، يعني ما شاء الله. كاليزوني هاد الوصفه الاصليه. شوفوا انا ما قدرتش نزير عليها مليح باش ما تعجنش، يعني باش ما نخسرهاش. شوفوا كيفاش تجي، شوفوا ما شاء الله الشكل تاعها تماما كيما تاع برا. المهم هنايا كنت استخدمت 4 كيسان ديال طحين ابيض. انا الكاس اللي استخدمته هو 250 مليلتر. لازم هكا كش يقولوا يعني لازم هكا نصفيوها ونحطوا 4 كاس زيت نباتي، 4 كاس برك، وملعقتين كبار سكر، ونضيفوا ملعقه كبيره ملح، ونضيف ملعقه كبيره ونص خميره الخبز، و3 ملاعق كبار بودره حليب لحظه، وربع كاس ديال اللبن اللي هو يوغورت طبيعي، ملعقه كبيره زيت زيتون، ونديروا الماء حسب الحاجه. شوفوا هنايا انا درت البيترون وبديت نستخدم غير شويه. من الاول درت سرعه ناقصه ومن بعد بديت نزيد غير شويه الماء حتى نحصلوا على عجينه ما تكونش تلصق بزاف وما تكونش يابسه. شوفوا ثم تقدروا تعجنوها بيدكم، ولكن عجنوها، انا هنا خليتها في البيتخا 15 دقيقه. لازم تعجنوها مليح مليح، يعني تعطوا لها وقتها وانتم تعجنوا باش تجيكم خفيفه، ويعني تجي خفيفه وتجي مليحه. هاي اللي كان درتها 15 دقيقه تحصلت على هذا الملمس هذا. هنا في ريسيبيون ضفت زيت نباتي، نحطها هنايا ونخليها تتخمر لمده ساعه واكثر، ساعه ساعتين كما تحبوا. شوفوا كيفاش جاني انا، يجي هكا شغل مطاطي وتلصق شويه بصح ماشي بزاف وما تجيش يابسه. لازم تكون تلصق شويه. نغطيوها ومن بعد نولوا ليها. هنا باش نديروا الحشوه ضفت هنا ملعقتين زيت نباتي، ملعقتين ولا ملعقه كبيره ديال الزبده، نخلوها حتى تذوب. هنا شوفوا الدجاج كنت قطعته هكا شرائح، صدور الدجاج قطعتهم شرائح، والكميه كما حبيتوا. انا درت كميه صغيره، صدرين برك ديال الدجاج. نقليوهم غير شويه فقط، ونضيفوا ملعقه صغيره بهار الدجاج، ونضيفوا عليها ملعقه صغيره بهار الشاورما، نصف ملعقه صغيره فلفل اسود، نصف ملعقه صغيره اوريغانو، ونضيفوا نصف ملعقه صغيره هال مطحون. هنايا ما صورتش عفوا، ضفت هنا نصف ملعقه صغيره ديال الهال المطحون اضافه فقط. تحبوا ما تضيفوش ما تضيفوش، نقلبوا غير شويه هذا التوابل مع الدجاج، نخلوها حتى طيب شويه، ونضيفوا ملح حسب الرغبه. انا ضفت هكا نصف ملعقه صغيره، نخلطوهم مليح. هنا كي تقلى شويه هذا الدجاج مع التوابل نضيف البصل. هنا ضفت بصله صغيره الحجم قطعتها كما راكم تشوفوا شرائح. تفكرت نغربلو الفرينه، انا من داك يروحوا لي الكلمات سمحوا لي. المهم هنا قلبتها حتى دبل شويه البصل. هنا ضفت فلفل اخضر، هنا ضفت فلفله صغيره خضراء. ثم الا عندكم الوان خير، انا ما كانش متوفر عندي، لكن اللي كان عندكم فلفل احمر اصفر مليح ديروا شويه ما تكتروش غير شويه. بعد هنا ضفت فطر، كان عندي فطر معلب. صدقوني هذا الفطر، هذا الشامبينيون يعطي الجو هايل لهذه الحشوه هذه. يعني انا ننصحكم انكم تضيفوا الفطر. الا عندكم فراش احسن قطعوه حطوه، الا ما عندكمش ديروا معلب. هنا ضفت ربع كاس كريمه الطبخ. الا ما عندكمش ديروا ملعقتين كبار ديال القشطه.
ديروا ملعقتين كبار تاع القشطه ولا ربع، ولا الا ما عندكمش القشطه ديروا كريمه الطبخ. فوالا هكذا نخلطوها شويه ونغطيو عليها ونخليوها حتى يطيب هذاك الفلفل و هكذا. ما تطولش بزاف يا ربي، 10 دقائق برك خلاص نطفيو عليها. المهم نولوا العجينه تاعنا. شوفوا ما شاء الله تجي خفيفه هوا، وتجي الملمس تاعها ناعم. نحطها هنايا في طاوله العمل. كنت رشيتها شويه بديال الطحين، لانه هنايا العجينه قلت لكم لازم تجي تلصق شويه. هنا باش غير نشكلها ندير لها الوجه برك، درت لها طحين غير باش ندير لها شويه وجه باش نقطعها. فوالا شوفوا كيفاش تجي طريه ما شاء الله، تهبل العجينه خفيفه. المهم هنا كنت في الاول قطعتها على 8 حبات، ولكن كي وزنت الحبات هذوك جاوني شويه كبار. انا ما حبيتش ندير خبز هذاك ديال كاليزوني تجي كبيره، حبيتها تكون نورمال موين. المهم هنا كيما راكم تشوفوا قطعت 8، كي رحت وزنتها كيما قلت لكم جات كبيره. شوفوا جات 151 بزاف. دونك نقصوا لها جات هكاك حوالي 103 104 غرام، جات هايله. انا هكذا جاوني بيان، وانتم كيما حبيتوا. دونك كي زدت درتهم كاع 103 104 جاوني 10 حبات 10 كريات ديال كاليزوني، جاوني 10 خبزات. فوالا هكذا كملتهم كامل، قطعتهم كيما قلت لكم جاوني 10 حبات. العجينه عباكم تلمو كانت هكذا شغل مرخيه هكا، شغل تقدروا تخدموا بها كيما يعني تاخذ الراي تخدموا بها كيما تحبوا علاز. المهم هنايا فرشت هدايا وحطيت عليه طحين فرينه ورشيت شويه في الوجه باش ما تلصقش، وبديت نفتح فيها. نحاولوا انه نفتحوها تكون دائريه، وتانيك ما نديروهاش عريضه، لازم نديروها رقيقه شويه، ياك نديروها شويه رقيقه. المهم نبداو نفتحوا حتى نحصلوا على شكل على الاقل شويه دائري. هنا راحت لي لقطه انا ما صورتش، هنا ضفت صلصه البيتزا كانت واجده صراحه، علبه ديال صلصه البيتزا كانت واجده درتها، وحطيت هذه الحشوه اللي كنا درناها تاع الدجاج وكاع الدجاج والفطر وكامل. ضفت هنايا جبن ديال الموزاريلا، هي تجي مع الموزاريلا، هي هذه الوصفه الاصليه موزاريلا، وكاين يديروا حتى موزاريلا فراش يقطعوه ويحطوه. واذا عندكم زيتون اسود ديروا زيتون اسود تاني كيعطي طعم بيان. المهم نديروا كميه مليحه ديال الفرماج لازم تكون باينه، ونبداو نغلقوا هكذا، نغلقوا هذو الاطراف. شوفوا التغلاق خلقوا كيما تعرفوا نتوما يعني كيما تحبوا، المهم يتغلقوا وخلاص. الا باش تاكدوا انه تغلقوا مليح جيبوا شويه الماء وشمخوا شويه صباعتكم وبداو تغلقوا باش هكذا ما تفتح لكمش كامل العجينه. انا هكذا ما تفتحتش يعني بلا ما شمخت بالماء، غير هكذا كنت يعني حبيت نديرها زعما شويه هكا لا فورم قد ما سيت ندير لها لا فورم يعني ما خرجتش بزاف مليحه مي معليش المهم تتغلق هكذا. هاي ليك الاولى واجده، نروحوا نفتحوا الثانيه. شوفوا ما شاء الله العجينه تاع المخدات راحتها في التخمار والمكونات اللي درناهم قايتك يعني يساعدوها باش تكون طريه وخفيفه ما شاء الله. وتصلح ديروا بها معجنات واحد اخرين، يعني هذه تقدروا تحشوها غير بالفرماج ولا المهم ديروا معجنات واحد اخرين. هكذا فتحتها كامل. هاي اللي كما قلت لكم انا جبت صلصه البيتزا واجده، نتوما خدموها في الدار. كاش نهار ان شاء الله نديرها في الدار وندير تاع الدار احسن. المهم هنا في كما راكم تشوفوا الصلصه ما لازمش نديروا من الاطراف غير في الوسط باش ما تلصقناش كي يكونوا نغلقوا. درت الحشوه ودرت الجبن هذا الموزاريلا كما الاولانيه. قلت لكم الا عندكم زيتون اسود ضيفوا زيتون اسود احسن، ونبداو نغلقوا فيها. انا شوفوا الحشوه نحب نكون كريمه، تعرفوني في الحشوات لازم تكون معمره، ما نحبش ناكل هكذا حاجه وتكون فارغه داخل. المهم هكذا نبداو نغلقوا كما قلت لكم، اغلقوا كما تعرفوا. انا زعما حبيت نتفنن شويه. المهم هنا كاع كي غلقتها خلاص نعاود هكا نلبص نعاود نضغط عليها شويه هكا في الوسط. المهم هنا حطيتها في الورقه الزبده باش ندخلهم الفرن. هنا شوفوا لازم نثقبوهم هكذايا باش نخرجوا لهم هذاك النفس، راكم تعرفوا مع الفرماج كاع كيذوب لازم يكون شويه الهواء يدخل لها. ونجيبوا صلصه البيتزا ندهنوا كامل الوجه، ندهنوها بكميه مليحه شويه. شوفوا انا قبل ما نبدا كامل الخدمه كنت درت الفرن ديالي يسخن على اعلى درجه،
ودرت السنيوه هذيك درتها في الوسط. اوكي لازم يكون سخون 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 الفرن. هنا درت جبن الموزاريلا تانيك في الوجه، ديروا شويه كميه مليحه تانيك. شوفوا علاش نديروها اعلى درجه باش ما باش تمتم تسخن وتقعد لنا رقيقه وتقعد خفيفه. بصح لو كان ما نديروش الفرن سخون ما يكون سخون بزاف راح تاخذ وقتها وراح تتخمر تنفخ وتولي معجنات ما توليش كاليزوني. فهمتوا؟ هذه هي. شوفوا يا ربي يا ربي خدت لي ما فات يعني ما فات 10 دقائق هكذاك خلاص تمتم وجدت وجات طايبه. شوفوا كيفاش اللون تاعها يشهي كيما تاع برا السواسوه ما عندها حتى اختلاف. هاي لك شوفوا هنا كانت سخونه يعني بس باش فتحتها. المهم شوفوا على الشكل، شوفوا على المنظر، على الريحه، ما شاء الله يعني كل شيء بنين، كي العجينه كي الحشوه كي الفرماج هذا كل شيء بنين. المهم اهم شيء انه جات خفيفه داخل ما جاتش معجنه وجي شغل يابسه شويه تحت تقرمش شويه من تحت. ولا اروع وصفه اصليه وناجحه 100%. المهم هذا هو الفيديو تاع اليوم، هذه هي الوصفه تاع اليوم. ان شاء الله تنالي عجبكم. ما تنساوش ديروا الاشتراك في القناه وما تنساوش ديروا لي لايك ديروا لي جيم وما تنساوش الضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وثاني تبارطاجيو هذا الفيديو الماكسيموم للناس اللي تعرفوهم باش هكذا يطلع هذا الفيديو والناس قاعدين كيشوفوه. المهم نتمنى لكم مشاهده ممتعه والى الفيديو القادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله. مع السلامه.